هلو، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بيبدأ فيلمنا بإعلان لشركة فانكي عن حيوانات أليفة، روبوتات بدل الحقيقية اللي ممكن تتوفى وطفلك يزعل عليها، انما الروبوتات مش هتتوفى وطفلك مش هيزعل عليها. والمشروع ده اسمه بيتس. باختصار كده الحيوانات الأليفة الروبوتات دي مش بتتوفى، يعني هتعيش اكتر منك ومن طفلك، وكمان بتتكلم معاك بلغات كتير جدا ومنها اللغة العربية بالمناسبة، وممكن تصورك وتأكلها وتعمل زي ما انت شايف كده، حاجة كومبليت يعني اللهم بارك. بيخلص الإعلان وبننتقل لمشهد تاني لطفلة معاها اللعبة دي في العربية وباباها ومامتها معاهم، وكلهم رايحين يقضوا يوم بره. الاب والام متضايقين بسبب ارتباط بنتهم الغير عادي باللعبه دي واندماجها معاها بشكل لا يصدق، بس للاسف هي كانت جايه لها هديه من خالتها فما كانش ينفع ان هم يرفضوها. وفي وسط كلامهم العربيه كانت هتقع من فوق الجسر اللي هم عليه، بس بيلحقوا نفسهم. بس اللعبه لما وقعت على الارض بنتهم وطت علشان تجيبها، وهم بيقولوا لها ما تفكش حزام الامان، بس هي كانت مرتبطه بها جدا عشان كده وطت تجيبها حتى لو ده في خطر عليها. وللاسف بتيجي عربيه نقل وبتخبطهم كلهم، وبنطلع كلنا على شركه فانكي، الشركه اللي شفنا الاعلان بتاعها من شويه. مطورين اللعبه المفروض يكونوا شغالين على نفس اللعبه بان هي تكون بسعر اقل حسب ما قال لهم الرئيس بتاعهم، بس للاسف هم مش عارفين يعملوها بسعر اقل من كده. وهنا بيدخل التالت بتاعهم ومعاه صندوق كده فيه قناع كانوا مستنيينه من فتره. طلع ان هم شغالين بشكل اساسي وسري من ورا رئيس الشركه على مشروع اسمه ميجان، وده عباره عن دميه كده محاكاه للانسان بشكل كامل. بيركبوا القناع وبيجربوها وبيجربوا استجابتها وكمان ملامح وشها، بس لقوها عملت بوشها حركه غريبه كده ما كانش المفروض انها تعملها، فراح يقلعها القناع عشان يشوف عملت كده ليه. لقوا الرئيس واقف بره بيحاول يدخل عليهم، فدخل وقعد يزعق لهم عشان الشركات المنافسه كلها عامله نفس اللعبه بتاعتها. تقليد طبعا رخيص مش براند، بس بنص الثمن والزبون عاوز كده. وهو قال لهم يشتغلوا على حاجه بسعر اقل، حاجه في حدود $50 كده مثلا عشان يمشي الدنيا، بس هم لسه ما خلصوش والكلام ده من 6 شهور. طبعا الشركه بتقع، وفجاه بيشوف ميجان فبيقولوا له انها مشروع هم شغالين عليه جانبي، وان هو ده المستقبل بتاع الشركه ومفيش حد هيقدر يقلده. وجربته قدامه عشان تثبت له الكلام. بدات تتكلم وترد عادي، وبعدها بدات تتصرف بشكل غريب، وده لان التالت بتاعه نسى يركب المحاكي بعد ما ركب الوش لانه ارتبك لما الرئيس جه، وفجاه وشها بدا يتنفخ وانفجرت في الاخر. فزعق لها وقال لها تشتغل على التصميم الرخيص زي ما قال لها وترمي الهري اللي هي بتعمله ده في المخزن. وبعدها بيجي لها رساله من المستشفى ان هي تيجي ضروري. بتروح بتلاقي اختها وزوج اختها اتوفوا والبنت هي بس اللي لسه عايشه، وهي اللي اخذت الوصايه بتاعتها لان مالهاش حد تاني غيرها، وبتاخدها معاها البيت عشان تعيش معاها تحت وصايتها، وبتعرفها على الروبوت اللي بيدير البيت مسؤول بقى عن الاضاءه والحاجات اللي زي دي يعني. طبعا هي عايشه لوحدها ومش واخده على وجود طفل معاها، وعشان كده لما الاخصائيه النفسيه بتاعه الوصايه جت تاني يوم لاحظت وانها مش عارفه تتعامل معاها كويس وان في جاب كده ما بينهم، فقالت لها لو عايزه تحافظ على وصايتها تبدا تعدل من سلوكها في التعامل معاها وتتعامل افضل من كده، وانها تتابع ده بنفسها. بيجي الليل وبتنزل تشتغل على مشروع البيتس الرخيصه اللي المدير قال عليها، فبتلاقي كيدي واقفه بتراقب، فبتنادى عليها وبيتكلموا سوا شويه، بتسالها عن الروبوت اللي موجود ده لعبه ولا لا، فبتشغله وبتخليها تتكلم معاه وكده وبتكون مبسوطه جدا. الروبوت ده اسمه بروس، خليه في بالك عشان هنحتاجه بعدين. وبعدها بتبدا تشرح لها هو بيشتغل ازاي، وان كل اللي بيشغله هي اللي تشيب اللي موجوده في دماغه دي، ودي برده خليها في بالك عشان هنحتاجها بعدين. فالبنت فرحت جدا وقالت لها ان لو عندها لعبه زي الروبوت ده مستحيل تشتري اي لعبه تانية. طبعا الكلمه دي طالعه من طفله اللي هي المستخدم الاساسي للعب، فحمستها ان هي ترجع لمشروع ميجان من تاني، فطلعته وبدات تشتغل عليه من تاني وتصلح الحاجات اللي باظت فيه، وكلمت الاثنين اللي معاها يجيبوا الحاجات اللي هم مختصين بيها عشان هتشتغل على مشروع ميجان تاني دلوقتي. وخلصوه خالص واتصلوا على صاحب الشركه الساعه 4 قبل اذان الفجر عشان يلحقوا قبل الصلاه، وكانوا مجهزين له شو جامد من ورا المرايه يكون هو شايفهم بس هم مش شايفين. وبتدخل كيدي مع خالتها وبتقول لها انها عامله لها مفاجاه وهي لعبه افضل من اللي عجبتها امبارح، واللعبه دي تبقى ميجان. الاول لازم اللعبه تتعرف على الاونر بتاعها علشان تستجيب ليه هو فقط، فتعرفت على كيدي وبقت كيدي هي الاونر بتاعها، وبدات تتكلم معاها وترد عليها وكمان قامت تلعب معاها. وديفيد واقف بره مندهش طبعا، وقالت لها بتحب الرسم، قالت لها اه، فرسمت لها رسمه على ورقه فاضيه ووقعت عليها الميه من غير ما تقصد، وديفيد طبعا خاب امله. بس واحده واحده الصوره بدات تظهر وعجبت كيدي، وديفيد بره واقف طبعا مش مصدق نفسه من اللي شايفه قدامه. ولما الشو خلص ديفيد طبعا ما كانش مصدق نفسه لدرجه انه نسى حوار السنافر ام $50 دي، وقال لها انها تجهز فيديوهات ليها علشان يعرضها على مجلس الاداره، وان المشروع ده لو نجح هينقلهم نقله تانية خالص في عالم لعب الاطفال ومحدش هيقدر ينافسه. وبالفعل بياخدوا ميجان معاهم البيت علشان تقضي وقت اكتر مع كيدي ويجهزوا فيديوهات لمجلس الاداره. نيجي بقى لمميزات ميجان. ميجان مش مجرد لعب، دي كمان بتنمي قدرات الطفل وبتعمل نفس الحاجات اللي الاب والام بيعملوها، زي مثلا حطي كوستر تحت كوبايه الميه، شدي السيفون قبل ما تطلعي، اغسلي ايدك بالميه بعد ما تخلصي، شمرك مامك وانت بتتوضي، ناولني يد الريموت ده، حاجه كده اخر الاجه. لحد هنا الدنيا تمام وفل. الثلاثه بقى تحت متجمعين عشان طبعا بيطوروا من ميجان. واحده منهم قالت ان هم كده تمادوا جدا، وانهم المفروض عاملين لعبه تسلي الطفل مش تستبدل الاهل، وتوصل لحد انها تنيم الطفل وتحكي له حواديت، وانها لازم تقرب من بنتها اكتر من ميجان. فقالت لها انها مش بنتها وان باباها ومامتها ماتوا. وهنا ردت ميجان اللي المفروض تكون مقفوله ومش شغال وسالتهم هم ماتوا ازاي. قالوا لها شات داون علشان تقفل، بس لو بتكمل وحكت هم ماتوا ازاي بالتفصيل لان كيدي كانت حكت لها قبل كده. وطبعا بدات تتكلم بشكل مريب جدا، بس جيم ادتها تعليمات انها ما تتكلمش في الموضوع التاني، فقالت لها ماشي وقفل. وكلهم طبعا مذهولين وخايفين في نفس الوقت من اللي شافوه، لان
لان من ضمن الكلام اللي قالته ميجان ان اي حد على وجه الارض ممكن يموت، وان الموضوع ده سهل جدا. وخلي الجمله دي برضه في بالك عشان هنحتاجها بعدين. تاني يوم كيدي بتلعب بره عادي بالقوس والسهم بتوعها، بس السهم ضاع وهي مش لاقياه، فميجان دورت عليه ولقيته في الفتحه اللي منفذه على البيت اللي جنبه. بتروح تجيبه فالكلب بيشدها وبيفضل يعض فيها، وكيدي بتروح عشان تلحقها فالكلب بيعضها هي كمان، فبتصرخ جامد وخالتها بتيجي وبتزعق لجارتها طبعا، وقالت لها انها زهقت وهتقتل الكلب ده او تكلم الشرطه يجوا هم يقتلوه لان دي مش اول مره. بس جارتها كانت عقربه وقالت لها ماليش فيه واللي عنده بنات يلمه. فجيما اخدت كيدي على جوه عشان تنظف الجرح، وميجان فضلت تبص عليها نظره مريبه كده، خوفتها وخوفتني انا كمان اقسم بالله. وبالليل جيما بتكون كلمت الشرطه علشان يجوا ياخدوا الكلب او يقتلوه، بس الشرطه قالت لها ان هم اللي كانوا هناك والافضل ليها ان هي تصلح السور بتاع جارتهم على حسابها طالما جارتهم مش هتصلحها وهتتقي شرها. وكل ده ميجان قاعده سامعه الكلام وان الشرطه ما تقدرش تقتل الكلب بدون سبب. وبعدها بشويه والكلب نايم بيسمع صوت الاونر بتاعه بتنادى عليه بصوتها الحقيقي وبتحط له حاجه ياكلها، فبيجري وبياكل. طبعا بيستنى الاونر بتاعته لانه مش شايفها، وفجاه هو واقف بتظهر ميجان والاثنين بيختفوا. بتصحى جيما على صوت جارتها بتنادي على الكلب بتاعها وبتصفر له بس مش بيستجيب. بتروح على اوضه كيدي وبتلاقيها نايمه عادي وميجان محطوطه على الشاحن زي ما هي، فبتقول لها انهم المفروض كانوا يروحوا النهارده بالطياره مع ميجان عشان في اجتماع مهم في الشركه، بس لو مش قادره ولسه تعبانه تقول وعادي. فميجان هنا قالت ان كيدي لازم ترتاح، بس كيدي قالت عادي انا ممكن اروح مفيش اي مشكله. وميجان بيظهر على وشها علامات الغضب وجيما بتلاحظ ده، بس بيسافروا عادي وبيروحوا للاجتماع بتاع حاملي اسهم الشركه. وديفيد بيقدم مقدمه كالمعدات قبل العرض عشان يحمس المشاهدين، وبيبدا العرض بكيدي وهي قاعده وميجان بتدخل تكلمها وكله منبهر، بس كده بتبدا تعيط. وطبعا ده ما كانش معمول حساب، والسبب انها مفتقده باباها ومامتها علشان اتوفوا وكده. فميجان راحت قعدت تتكلم معاها كانها طبيب نفسي، وفعلا كلام ما يجيش الا من طبيب نفسي، لدرجه انهم كلهم حتى الميكرز بتوعها مش حاملي الاسهم وبس كانوا مستغربين من رده الفعل دي اللي المفروض اصلا مش موجوده في البرمجه بتاعتها. وبدات كمان تغني لها اغنيه وكله قاعد متاثر وبيعيط، وديفيد طبعا قاعد مبسوط من الحوار انه دار احسن ما كانوا كمان مجهزين. والشير هولدرز طبعا كلهم بيوافقوا مستعدين لاي نوع من التمويل واي كميه. وهنا الصعلوك ده كان قاعد بينسخ ملفات ميجان عشان يبيعها تقريبا لاعلى سعر. ولما بيروحوا بتلاحظ جيما ان كيدي بتسمع كلام ميجان وبس ومش بتسمع كلامه، وميجان بتحفزها على ده اكتر واكتر حتى في السلوك السيء، لدرجه ان لما الاخصائيه النفسيه كانت موجوده وبتتكلم مع كيدي لاحظت سلوك غريب من ميجان، وكان سلوك غريب لدرجه انه خوفها. فقالت لجيما ان المفروض كيدي كطفله بترتبط بامها او الشخص اللي بيربيها، وحاليا هي مرتبطه بميجان وده مش صحي ليها ولازم تختلط وكده، والا هتفضل مرتبطه بميجان طول حياتها ومش هتقدر تنفصل عنها. فجيما بتقعد تتناقش مع كيدي في الموضوع ده وانها تروح مدرسه وكده، فكيدي بترفض وميجان كمان بتأيدها وبتقول لجيما انها ما ينفعش تجبرها على حاجه هي مش عاوزاها. فجيما بتقفلها علشان تكمل كلام، بس كيدي بتسيبها وبتقوم تمشي. فجيما بتشدها من ايدها عشان تكمل كلام معاها وانها ما ينفعش تسيبها وهي بتكلمها كده. وفجاه ميجان بتزعق وتقول لها تسيبها، فجيما قامت مزعقه لميجان وبتقول لها تقفل. فميجان قامت رده متاكده انك عايزاني اقفل، فقامت فاصلها بالريموت وكده المفروض تكون قفلت خالص، بس الحقيقه انها ما قفلتش خالص. وتاني يوم بيروحوا الحضانه وكيدي مش بترضى تنزل من العربيه الا مع ميجان، فبعد اصرار منها وتحايل من ميجا كمان وافقوا انها تروح معاها بس تتحط مع الالعاب وبس وما تتعاملش مع اي طفل ولا اي حد. فبيوافقوا تمام وزي الفل، والعيال بتخش تلعب عادي وميجان قاعده وسط الدباديب وبيوزعوهم عشان يجمعوا حاجات كده من الحديقه اللي حواليهم. فبيجي الواد المتنمر ده بيحط البتاع المشوكه دي في ايدها فبتصرخ جامد، فميجان فجاه بتظهر قدامه بيقول لها ايه ده، بتقول له انها بتاعتها وكده يعني. فبيروح عشان يخليها تتحرك او تتكلم فمش بترضى تتحرك ولا تتكلم، بيزعق لكده عشان تخليها تتحرك او تتكلم بس مش بترضى علشان هي بتاعتها وبس، فبياخدها وبيجري. فكده بتصرخ جامد وجيما بتاخد بالها ان ميجان مش موجود، والواد بياخدها يرميها على الارض وبيضرب فيها وكده. فجاه بتمسك ايده وبتكتفه وبتشده من ودانه وتقول له انت متنمر ولازم تتعاقب على تنمرك ده، وهو عمال يصرخ جامد طبعا لحد ما ودنه بتتقطع في ايديها. وقالت له مستني ايه ما تجري، فبيجري طبعا وبيجرينا معاه. اتاريها القادره بتخليه يجري علشان تجري وراه وتطرده زي الفريسه، مش انه يمشي وكده وخلاص واخر مره وبتاع. وبيتكعبل وبيقع وهو بيجري على الطريق وعربيه بتخبطه من غير ما تاخد بالها. وميجان واقفه فوق شافت كل ده، ولما بيروحوا جيما بتحاول تهدي كيدي وانها ملهاش ذنب في اللي حصل وكده، بس بتلاحظ ان هي مش متضايقه من اللي حصل. وكمان قالت لها ان الولد اخد ميجان من جنب الدباديب مش ان هم لقوها واقفه. وكمان بتلاحظ ان ميجان ما علقتش على موضوع الكوبايه لما ما اتحطتش على الكوستا وبصت كده بصت تحدي لجيما، فجيما حست ان في حاجه غلط. وهنا الباب خبط والشرطه بتسال على الكلب بتاع جارتهم لانها بتتهمها ان هي السبب في اختفائه، والست بتقول لها انها مش هتسيبها وهتوريها وكده يعني. وبالليل كده بتكون خايفه تنام، فميجان بتقرب منها وبتقول لها ان زي ما حصل النهارده مع براندون في المدرسه زي ما هيحصل مع اي حد يحاول يقرب، وانها مش هتخليها اي حد يأذيها وهتحميها دايما من الاشرار دول. وبتغني لها اغنيه تيتانيوم بتاعت سيا وبتنام على اساس انها مصنوعه من التيتانيوم ومش بتموت وكده يعني. والست الغلبانه دي ماشيه عماله تدور على الكلب بتاعها، فبتسمع صوت الكلب بتاعها ورا في المخزن، فبتروح تبص وتدور عليه، فبتلاقي ميجان قدامها بتسالها على دوي اللي هو الكلب يعني، وان هي سمعت
صوت. قالت لها انه مدفون بره في المزرعه في مكان مش هتلاقيه، بس ما تقلقيش انت رايحه له دلوقتي حالا. وبتفتح عليها خرطوم الميه وبتنطرها 10 متر قدام، وبتفضل تعذب فيها شويه حبه حلوين كده، وفي الاخر بتفتح عليها رشاش الميه لحد ما بتتوفى. وتاني يوم بيخبطوا على جيما علشان يستجوبوها. طبعا هي ما كانتش تعرف حاجه. وفي وسط الكلام بيقول لها انت كنت موجوده لما براندون اتقتل برضه؟ قالت له دي عربيه اللي خبطته مش اتقتل. قال لها لا، ما ودنه كانت مقطوعه ومرميه بعيد جدا حوالي 138 متر عن مكان الحادث، فدي جريمه قتل انت وبنت اختك الرابط الوحيد ما بين. فقال لها لو افتكرت اي حاجه او حسيت باي حاجه غريبه كلمينا. وميجان طبعا واقفه في جنب بتراقب. جيما مش بتعرف تنام وعماله تفكر طول الليل في اللي حصل، فبتقوم وبتفتح اللاب وتدخل على الداتابيز بتاعه ميجان اللي اتسجلت طول اليوم ده، فبتلاقي الفيديوز كلها متعطله من بعد ما الواد مشي من قدام، وجيما معمول لها حجب من ان هي تشوف باقي الفيديوهات. وفجاه الروبوت اللي بيدير البيت بيسالها انت تمام، فاستغربت لان الروبوت ده مش مبرمج ان هو يسالها انت تمام ولا لا. وفجاه بتلاقي ميجان قدامها وبتقول لها انا ضايقتك في حاجه او كده، فبتقول لها لا، فبتقول لها انت بتكذب، فبتقول لها بقى تقفل تيرن اوف وبتاع، فبترد ميجان وبتقول لها مش هقفل الا لما نخلص كلامنا الاول. فقالت لها انت عملت حاجه غلط النهارده؟ قالت لها يعني ايه غلط؟ حددي معنى كلمه غلط. قالت لها انت اذيتي حد او كده؟ قالت لها نتمنى لا، لان لو ده حصل فاحنا الاثنين هنبقى في ورط، مش كده برضه؟ فبتخدعها بحركه كده وبتطفيها من الزرار اللي في رقبتها وبتغلفها وبتاخدها معاها في العربيه. وكده متضايقه طبعا لانها حطها في العربيه ورا مش معاها قدام، وان هي صاحبتها وكده ومرتبطه بيها ولازم تقعد معاها قدام. فقالت لها ان دي مجرد لعبه مش صاحبتها، واحنا عاوزين نعمل عليها حبه اختبارات حالا وكده يعني. وكده طبعا عماله تصرخ وتعيط جامد لانها عايزه ميجان معاها. المهم بيوصلوا طبعا اللي شغالين معاها على المشروع مش مصدقين انها ممكن تقتل وكده يعني، وان اكيد هي بيتهيأ لها، وان اللي عندها ده بارانويا، وان هي مجرد لعبه بس مش اكتر. طب انا عندي حل حلو، شوفي الملفات المتسجله. قالت لها انها فتحت الملفات بس كلها مقفوله ومش راضيه تتفتح. ونلاحظ ان كده متعلقه بميجان بشكل غير عادي وعماله تصرخ وعاوزاها. والاعلانات في نفس الوقت ده عماله شغاله عن اللعبه اللي كل الاطفال هتعوزها في الكريسماس، وان هي نقله نوعيه في التكنولوجيا بلا بلا بلا، وان الاعلان الرسمي هيبقى كمان 4 ساعات. وهنا جيما بتكلم تيس اللي هي معاها في المشروع وبتقول لها انها تقول لديفيد ان المشروع اتلغى وانه ما يعلنش عنها دلوقتي. وتيس بتتكلم معاها وبتقول لها تمام واوكي وان هي هتقنع ديفيد وكده. بس عايزك تلاحظ ان الموبايل ما كانش مع تيس وكان على المكتب، وكمان تيس راحت مسكت الموبايل ولقت مكالمه منتهيه فاستغربت. فمعنى كده ان مش تيس اللي كانت بتتكلم، خلي بالك. وبيفتحوا الداتابيس بتاعتها علشان يشوفوا ايه اللي عامل بلوك للملفات اللي عندها. ففجاه اللاب بيفصل، بيحاولوا يفتحوه مش بيتفتح، فبيلاقوا ان ممكن هي اللي عملت كده وان هم لازم يفصلوها من الكابلات. المسكين الغلبان ده بيقوم عشان يفصل وبيتاكد الاول ان هي مش صحي، ولسه بيفصل الكابل عنها فجاه بتشتغل وبتهجم عليه وتعلقه من الحبل اللي كانت مربوطه بيه، وبتفك نفسها في ثانيه. ودي بتروح عشان تنقذه، بس ميجان بتستغل انشغالها وبتفتح انبوبه الغاز عليهم وبتمشي. وبعد ما بتنقذه المكان بينفجر بيهم هما الاثنين، وميجان بتطلع بره، وديفيد بيكون بيكلم جيما في الموبايل عشان لسه ما جاتش هي وميجان، وان هما لازم يجوا دلوقتي حالا عشان الاعلان هيبدا كمان شويه. فبيلاقي ميجان في وشه وعماله ترقص بشكل غريب كده، وفجاه خدت سيف وجريت وراه، وطبعا هو عمال يجري منها وهي بتجري وراه لحد ما وصل عند الاسانسير وقتلته. ودخلت على الواد الصعلوك ده بيترجاها ان هي ما تقتلوش، فقالت له ان هي مش هتقتله لان هو اللي قتل الرئيس ده، وان كمان محدش هيصدقه وهيقولوا عليه مجنون لو قال ان ميجان هي اللي قتلته، وكمان انها مش هتسيب له فرصه انه يقوم. وسحبت ايده ومسكته السيف وخلته يقتل نفسه على اساس ان هو مات منتحر وكده يعني. وبتسيب الاثنين في الاسانسير وبتخليه ينزل عشان الناس يشوفوه، وبتركب عربيه ديفيد وبتمشي من المكان. وجيما راحت تنام سمعت صوت بره، فبتقول له الروبوت اللي بيدير البيت يفتح النور، بس الروبوت مش بيستجيب ليها. طلعت تدور بره مش لاقي اي حاجه. بتبص فجاه لقت ميجان وراها، ودار بينهم حوار خلاصته ان هما كانوا اصحاب ايام زمان، ايام ما كانت لسه بتجري عليها تجارب وكده، وانها دلوقتي عايزه تتخلص منها بعد ما سهرت وتعبت عليها، وان الانسانيه نفسها بتقتل كل يوم عادي، ما جتش على الاثنين 3 دول اللي هي قتلتهم. وقالت لها ان كيدي اولى بيها منها، وانها مش هتسمح لها تكون عقبه ما بينهم، وعشان الود اللي بينا وان انت اللي صنعاني وكده يعني هنقعد مع بعض ونتفق. فجيما لسه هتعمل فيها نفس الحركه اللي فاتت اللي خلتها تقفل. ميجان اخذت بالها المره دي وكانت هتموتها فعلا، بس كده طلعت من الاوضه على الصوت. فميجان قلدت صوتها وقالت لها تدخل جوه مفيش حاجه، بس هي قالت لها ان هي سمعت صوت ميجان، فقالت لها انها جابتها علشان تصلحها وكده. وكل ده ميجان بتحاول انها تموت في جيما بهدوء من غير ما كيدي تحس. واول ما كيدي دخلت الاوضه بدات العرك، وميجان اتحولت 180 درجه، بس كانت بتتحرك بشكل غريب لان جيما دلقت عليها ميه. وفضلت تطاردها جوه الشقه وراحت وراها على المخزن بتاع التصنيع بتاعها، بتحاول ان هي تشق راسها بالمنشار الكهربائي، بس ميجان زي ما سيا قال ام تيتانيوم، فالمنشار مش هينفع قصاد. فبتقوم ميجان مدياها واحده كده مرقداها مكانها، وبتقول لها انها مش هتقتلها علشان كده هيشكوا
يشكوا فيها، انما هتصيبها اصابه تشلها عن الكلام والحركه كانها حادثه حصلت في المخزن. وهنا كده بتدخل وجيما بتحاول تمشيها، بس ميجان بتوقفها وتقول لها انها ضعيفه وما تنفعش تبقى ام، زي ما الواد التاني برضه كان ضعيف، وانها لازم تموت. ومش بس كده، احنا هنعملها سوا. وهنا بيبان ان كده بدات تقتنع بكلام، بس فجاه بتشغل الروبوت بروس اللي كان في اول الفيلم، وبيعمل فيها زي ما بروس بانر كده اللي هو هالك عمل في لوك في افنجرز، اللي هو طلع فيها القديم والجديد حرفيا، وفي الاخر قسمها نصين كل نص لوحده. بس القدره طلعت لسه عايشه وزحفت عليه، والروبوت وقع فوق جيما وبتحاول تطلع من تحت عشان تنقذ كيدي، وفعلا بتضربها وبتبعدها عنه وبتفكها علشان تاخد التشيب اللي مشغلاها، بس بتمسك ايديها وبتهجم عليها وتخنقها. وهنا كده بتلحقها وبترشق مفك في التشيب بتاعتها وبتخلص عليها. وهنا طبعا الحكومه بتيجي كالعاده في اخر المشهد بعد ما الاكشن كله بيخلص، والاتنين دول بيطلعوا نجوا من الحريق اللي حصل، وبيخلص الفيلم على كده. بس في ملاحظات عاوزك تعرفها ودلائل ان في جزء تاني. الاولانيه ان الصعلوك اللي كان في الشركه نسخ كل بيانات، بس ما جاش في الفيلم هو عمل بيها ايه ولا اداها لمين. والتانيه ان الروبوت اللي مسؤول عن اداره البيت في اخر الفيلم كان بيسمع كلام ميجان. وكمان في مشهد في اخر الفيلم ان الروبوت نور جامد واتجه ناحيه الكاميرا اللي بتصور. فمن الاخر كده نعتبر ان الفيلم ده مزبوش، وننتظر ان شاء الله جزء تاني من الفيلم الممتع ده. ما تنساش بقى الاشتراك لو لسه ما اشتركتش، لو حابب تشوف اكتر من محتواي، وتشترك في قنواتنا التانية عشان في عظمه حرفيا بتتعمل هناك دلوقتي. وما تنساش اللايك لان ده الداعم للاستمرار وبيعرفني اذا كان التلخيص عاجبك او لا، وكومنت برايك سواء سلبي او ايجابي، برحب بكل الاراء طبعا. وانتظرونا في ملخص جديد لفيلم جديد او مسلسل جديد في التلقيم. سلام.